فانا خايف من كلام الناس، ان الفيديو حاوط نفسك بناس او ازرع نفسك في وسط ناس انت حابب تكون زيهم او حابب تكون شبههم. بسم الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا النهارده تمرين ابر. زي ما انتم عارفين انا بتمرن بنظام ابر لور، بتمرن 5 ايام في الاسبوع. عندنا النهارده التمرينه الاولى ابر ايه. هنبدا دفع عالي. لو ما عندكش الماشين دي في الجيم اتمرن على اي ماشين دفع عالي او على الكابل عادي، مفيش اي مشكله. اصلا الاوزان هنا تقيله دي. لا لا. طريقه التسخين عشان معظم الناس ما بتعرفش تسخن ازاي وتتصفي الجيم بسبب ان هي ما بتسخنش كويس. انا مثلا هلعب الجهاز ده، فانا بخش اول مجموعه بوزن خفيف، يعني يعتبر حوالي 20% من الوزن اللي انا بلعب بيه. بسم الله. ما تعدش كتير، هات حوالي مثلا 4 عدات بس. انا حاول ايه ان انت تفوق نفسك كده بس. طبعا بعد الاسترتشات نزود وزن عشان تظبط السيت اب بتاعت التمرين بتاعك. لازم لما تلعب، احنا بنلعب علوي، لازم الباي بتاعتك تروح تطلع لفوق على دقنك كده. ما ينفعش تلعب علوي، تلعب كده. الشيست عامة هو عامل زي المروحة، بيبدأ من هنا، ده البداية بتاعته من أول هنا لحد هنا، عامل زي المروحة. فأنت لو عايز تمرن الجزء العلوي منه هتطلع كده لحد دقنك. عايز تمرن الجزء الوسط هتروح كده. الباي بتاعتك هي اللي بتحدد الجزء اللي انت هتمرنه. عايز تمرن الجزء السفلي فانت هتروح كده تقرب الباي بتاعتك على الجزء السفلي. دي برضه نعتبرها مجموعة تسخين. عندنا مثلا حوالي 4 عدات نشوف الوزن. بسم الله. زي ما قلت لك، هو مجموعة تسخين ما تقدش فيها كتير، هو من معاك من 4 ل5 عدات ل6 عدات بس، يعني ما تطلعش بأكتر من كده. نزود وزن بعدين نلعب المجموعة الفعلية. أهم حاجة في التمرين بتاعك المية، ده أهم حاجة تشربها على مدار التمرين، يعني لازم تهتم بالمية. يا دكتور العب سلام يا دكتور. أنا بلعب 3 مجاميع للشكل. عندنا النهارده نلعب شكلين بنج، نلعب هنا، بعد كده نلعب فلات دمبل، هنلعب 6 مجاميع للشيست النهارده. وبعدين هنلعب بعد التمرين ده نلعب تمرين الظهر ابر باك، هنخش باربل رو. بعدها هنلعب برضه لللاتس، هنلعب سحب عالي. وبعد كده هنكمل. فترات الراحه بتاعتك اللي بيتحكم فيها هو الوزن اللي انت بتلعب بيه وشده المجموعه بتاعتك. يعني مثلا لو انت بتلعب بوزن هتجيب بيه 12 عده، فانت ممكن تريح عادي من دقيقه لدقيقتين. لو هتلعب بوزن الوزن ده بالنسبه لك انت هتجيب بيه مثلا حوالي من 6 ل8 عدات، فانت عادي ممكن تريح من دقيقتين ل5 دقايق عادي، مفيش اي مشكله، وخد وقتك عادي، ما تقلقش. يعني اهم حاجه تريح كويس عشان تقدر تأدي في المجموعه اللي بعدها. حاجه مهمه برضه في التمرين ده، قلت لك زي ما حاول تظبط الكرسي ويكون البدايه، يبقى انت هتبتدي من هنا، لما تظبط الكرسي يكون البدايه مع الشيست العالي عشان تطلع كده بشكل افقي، تطلع لفوق. بسم الله. اصعب حته في الطرح.
هنلعب مجموعتين توب ست. المجموعة التالتة بنزل الوزن وبلعب، بجيب في التوب ست حوالي من 8 ل 10 عدات أو ساعات 6 على حسب الوزن. في الباك اوف ست المجموعة الأخيرة اللي هي بتبقى التالتة بنزل الوزن وبجيب حوالي 12 عدة، ممكن أعدي ال 12 عادي مفيش أي مشكلة. عاوز أقول لكم برضه على حاجة، أنا بقالي سنتين نفسي أقدم كونتنت ونفسي أعمل فيديوهات وكده يعني، بس الصراحة كنت خايف الفيديو ما يطلعش حلو، مثلا أتهته في الكلام زي ما بتهته دلوقتي. طبيعي ده في البداية لازم يحصل معاك كده، مفيش حد بيبتدي كامل يعني. فلو أنت معطل نفسك مثلا عشان مايك أو عشان كاميرا تصور بيها أو عشان مش عارف إيه، فأنت خايف، أنت مش معطل نفسك أو حاجة، مفيش حاجة معطلاك، أنت اللي مخوف نفسك وأنت اللي معطل نفسك. فأنا خايف من كلام الناس إن الفيديو مثلا ما يطلعش حلو. أنا بقول لك ما تخافش يعني، طالما قيس كده على أي حاجة في حياتك أنت عايز تعملها وحاسس إن هي تغير حياتك، روح يا باشا واعملها، طالما الحاجة دي مش حرام، مش هتأذي بيها حد، ممكن تفيد الناس وهتكون مبسوط وأنت بتعملها، دوس. نصيحة مني بقول لك ما تعطلش نفسك ودوس، ممكن ربنا يكرمك وتظبط معاك وتروح يعني. ما تفكرش الناس هتقول عليك كده كتير، لأن كده كده الناس بتتكلم عليك. فلو فضلت مستني بقى وخايف تبدأ عشان الناس تتكلم عليك، فاقعد في بيتك أحسن، ما تشتغلش ولا تروح ولا تيجي. اشتغل واعمل اللي عليك، سيبك من كلام الناس، لأن الناس زي ما قلت لك كده كده هتتكلم. وبس دي يعني كانت حاجة عايز أقولها إيه. وحاجة مهمة برضو، لو واقف في مكان، لو فضلت تفكر في كلام الناس اللي هتقولوا عليك، عمرك ما هتتحرك من مكانك. ده حاجة يعني لازم تكون عارف كده كويس. عشان كده بقول لك، انا بقالي سنتين، دي السنه الثالثه الحمد لله ان انا بدات يعني. بقولها لك اهو، لو عايز تبدا كونتنت ابدا وصور وما تخافش عادي. هتطلع تتحتها في الاول، هتطلع تقطع، هتطلع مش عارف، هتنسى الكلام اساسا اللي انت بتقوله، فعادي كله كده. بص على اي حد مشهور وبص على الفيديوهات بتاعته القديمه، كله كان كده، كله كان بيقطع في الكلام وكله كان زيك كده، ما تخافش. بس انت لازم تبدا عشان تعرف تطور من نفسك في اي حاجه عامه في حياتك يعني، اي خطوه هتاخدها زي ما قلت لك. نجيب خمسه، نجيب خمسه، حاسب جبت ساعات بقى. خط خمسة. زي ما قلت لك لازم تريح كويس جدا بين المجاميع بتاعتك عشان تعرف تأدي في المجموعة اللي بعدها. لو انت مثلا ما ريحتش فترة كفاية، الوزن ده انت كنت ممكن تجيب بيه مثلا 8 عدات، لو انت ما ريحتش مش هتقدر تجيب بيه ال8 عدات دول. فزي ما بقول لك كده، حاول تريح يعني قدر الامكان، ما تخافش. الناس بتقول لك التمرين بتاعك ما يعديش ساعة، واوقات الراحة بتاعتك تعدي 30 ثانية ومش عارف ايه الكلام ده، مفيش منه. اوقات الراحة بتاعتك اللي بتحكم فيها هي شدة الوزن وشدة المجموعة بتاعتك. المجموعة لو شديدة فأنت هتريح فترات أكبر، مجموعة لو خفيفة عليك فأنت هتريح من 20 ثانية عادي، 30 ثانية لحد دقيقتين عادي، مفيش أي مشكلة. هنلعب المجموعة التانية توب ست، بعد كده أصور لكم المجموعة الأخيرة. في ده، يلا يا باشا، يلا يا محمد، فيها محمد، يلا يا باشا، بس بسم الله. بسم الله. أنا ليه بلعب بنظام أبر لور؟ عشان دوت أحسن نظام؟ لأ، ده مش أحسن نظام، بس دوت النظام اللي أنا يعتبر بستريح فيه شوية. ولو عايز أفضل نظام أنت تلعب بيه، سواء كان بوش بول ليج، أبر لور، ارنولد سبليت، مفيش حاجه اسمها افضل نظام. افضل نظام هو النظام اللي انت هيجيب معاه. في ناس ما بتجيبش معاها عدد بوش بول ليج، في ناس بتجيب معاها ابر لور، كل واحد بيستريح في حاجه، فانت العب اللي يريحك. مفيش اي فرق بين اي مجموعه، اهم حاجه ان انت تمرن العضله اكتر من مره على مدار الاسبوع. طالما مرنت العضله اكتر من مره على مدار الاسبوع، فكل واحد كده اللي هيفرق هي القوه بتاعتك. كل لما زودت عدد الايام اللي انت هتمرن فيها العضله هتتطور في القوه، لكن من ناحيه حجم عضلي فيعتبر الحجم قريب يعني، مرتين او ثلاثه هو نفس الحجم، مش هيفرق كتير. اللي هيفرق هي القوه زي ما قلت لك. وانت العب بالنظام اللي يريحك، عشان ما فيش نظام حاسس، ما فيش حاجه اسمها احسن نظام. النظام اللي يريحك هو اللي انت تلعب بيه. في ناس عادي ممكن برضو النظام بتاعك انت هتروح مثلا 3 ايام الجيم، عايز تمرن العضله مرتين، ممكن تلعب فول بادي
في ال3 ايام، هتمرنها اكتر من مره. ممكن تلعب، عايز تمرن عضله مره واحده فانت هتلعب على مدار ال3 ايام مش بالليل. عايز بتروح 4 ايام وعايز تمرن مثلا عضله مرتين، هتلعب ابر لور ابر لور. اللي بيحدد الجدول بتاعك الايام، عدد الايام اللي انت هتروحها والمستوى بتاعك هو اللي بيحدد الجدول اللي انت هتلعب بيه. هننزل الوزن، نلعب المجموعه الثالثه باك اوف ست. ممكن مثلا نلعب 45، نحاول نجيب بقى حوالي 15 عده مثلا. شيل ما تشربش ميه تاني اصلا عشان ما يوجعش رجلي. اللي ما نفعتش فيها ما يشربش منها سكه ودور. عشان قلت لك هات ميه ما تشربش منها تاني. اشرب من الحنفيات. نلعب المجموعه الثالثه باك اوف ست، نشوف هنجيب كام عده. بسم الله، نحاول نجيب 12 او لو عينا عن كده يبقى تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين الثاني هنلعب باربل رو. قبل اي حاجه ما انصحش حد يلعب التمرين ده عامه يعني. لو عندك ماشين شيست سبورتد تي بار مثلا او اللي هي كده دي العب عليها. اهم حاجه بس في التمرين دوت او في اي تمرين ابر باك ان انت تفتح كوعك بزاويه 45 درجه وتضم ناحية كتفك على بعض عشان تفعل الابر باك بالشكل ده كده. ليه انا بلعب التمرين ده؟ مبدئيا كده التمرين، اي تمرين شيست سبورتد للابر باك ما بيجيش معاه سكه الصراحه يعني عشان ما اكدبش عليه. فانا برتاح في التمرين ده عامه يعني، عشان كده بلعبه. بس هو احسن تمرين؟ لا مش احسن تمرين، هو احسن تمرين بالنسبه لي بس ما بحطوش لحد لو هيتمرن معايا. مش هحط له باربل رو، بحط له تي بار او اي ماشين شيست سبورتد. بسم الله. انا الشداد بتارجت. حاجه مهمه برضو تخليها انا جاي اتكلم. حاجه مهمه برضو خليها في بالك وانت بتختار التمرين بتاعك، ان انت تختار تمارين انت بتستمتع وانت بتأدي فيها. يعني تمرين الباربل رو زي ما قلت لكم مش احسن تمرين للابر باك، بس انا بحبه وبحب العبه، ويعتبر هو ده اكتر تمرين بيخليني استمر. التمرين ده لو مش محطوط في الجدول ومحطوط لاي جهاز شيست سبورتد مش هلعبه، مش هلعب ابر باك، هلعب التمرين ده. فدي حاجه برضو مهمه، لازم الجدول بتاعك وانت بتصمم البرنامج بتاعك تحط تمارين انت بتحبها عشان تقدر تكمل لاطول فتره ممكنه. دي حاجه مهمه برضه لازم الناس تركز فيها. مفيش تمرين لازم تلعبه، مفيش حاجه اسمها افضل تمرين طالما انت بتحكم على التمرين من حاجه واحده، ان هو بيحرك نفس المفاصل. لو لعبت شيست سبورتد فانا هطلع كده واعمل نفس الحركه دي برضه نفس الحركه. الفرق بينهم هو الثبات بتاعك. فانت لو مش متقن في التمرين ده مش هتعرف تأدي فيه، روح اعمل شيست سبورتد العب عليه. ونلعب المجموعه الثالثه. انا لعبت مجموعتين توب ست، دي المجموعه الثالثه باك اوف ست. بنزل الوزن زي ما قلت لكم حوالي مثلا 5% او 10%، وبعلى بالعداد شويه. بسم الله. 10 ان شاء الله. تسلم يا كوتش. اما هترد
هنلعب التمرين التالت للشيست، هنلعب دمبل فلات. اهم حاجه في التمرين ان انت تلعب بمدى حركي كامل، ما تشيلش وزن تقيل عليك وتلعب نص عده والكلام ده زي ما معظم الناس بتعمل. لا، هات العده كامله زي ما هتشوف دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. يا اخي اطلع يا اخي، يا اخي وانت كافر. بس خدها وديها بقى عشان عاوز اتكلم شويه. شيء عارف لو اترفعت معاك ولا ايه معدى زياده. انت خنزير، انت خنزير. اوزان هنا تقيله يا عم. في ناس لما بتيجي تلعب شيست او فلات مثلا او عالي الوزن يكون تقيل عليه بينزل بالعده كده، بيلعب بالضم لحد هنا. لا يا باشا، روح بالعده، ارجع بالوزن ورا، ابدا من اول، خلي البدايه بتاعتك من هنا وروح للاخر. يعني مش شرط تروح للاخر، بس اهم حاجه تنزل للاخر لان التمرين بيحمل في الاستطاله، فانت اساسا ما بتوصلش للنقطه اللي التمرين بيحمل فيها. معظم الناس بتلعب كده، بيرجع بوزن يلاقي الوزن تقيل بيروح راجع تاني. لا، انزل والعب العده كامله عشان تستفاد من التمرين، ما تبقاش بتلعب على الفاضي وخلاص. في ناس كتير بتلعب كده، بتلعب باوزان عاليه بس ما عندهاش شيست، عاوز الشيست عندها ويت عشان هي ما بتلعبش كويس. فالعب الاداء الحركي بتاعك كامل. لعبنا ال 40 هنلعب التمرين ده مجموعتين بس. نلعب الدور الجاي بال 30، نحاول نجيب 12 عضة عشان ما عدناش كتير بال 40. اوزان هنا تقيلة عشان انا اول مرة نيجي الجيم. المهم ان انا دافع فلوس سيشن 250 وجايب توب تانك وجايب مايك افخم عليكم، فاهم حاجة؟ تعمل فولو، اعمل فولو استفدت بقى لصاحبك، اعمل فولو ومشي الدنيا كده. انا صارف ومكلف. تمام. نلعب المجموعة التانية، نلعب التمرين ده مجموعتين بس زي ما قلت لكم. هنحاول نجيب 12 عدة عشان المجموعة الأولانية ما عدناش فيها كويس، مش عارف ايه ولا بسم الله. الأوزان هنا تقيلة يا جدعان، أوزان بجد فعلا. الله بسم الله الرحمن الرحيم. لعبنا دافع عالي، لعبنا 3 مجاميع ولعبنا هنا مجموعتين. لعبنا باربر رو، هنخش سحب ضيق بس تقريبا هنا مفيش هنا السحب عالي، ممكن نبدله بأي شكل تاني. هنشوف هنلعب بداله ايه. هنلعب الشكل التاني عضلات الظهر، يعتبر كده الشكل الرابع. هنلعب لاتس سحب فردي، هنشغل بقى عضل لاتس. لعبنا ابر باك، هنشغل لاتس المرة دي. بسم الله. وزن خفيف يا اخي. وزن المرة اللي فاتت كان خفيف، ما حسبش المجموعة اللي فاتت، يعتبر هنبدأ بيه أول مجموعة كده. حاجة مهمة برضه لو بتستخدم شداد، عشان في ناس بتستخدم الشداد ده على الفاضي. في ناس بشوفها بتلفه على الدمبل وهي بتلعب شيست،
الدمبل لو وقع عليك هيفلقك نصين ويفلقك دماغك نصين. الشداد معمول عشان تلعب باي تمرين سحب، ما تقفرش في الشداد. في ناس بتلعبوا تسخن تمسكه تسخن بيه، هتعمل ايه؟ هو معمول عشان يساعدك في الوزن اللي صعب عليك بس. ما تلبسوش غير في المجموعه اللي انت فعلا مش هتقدر تأدي فيها غير بالشداد. لو ما تلبسوش عمال على بطال. قلت لكم زي ما قلت لكم في ناس بتلبسه والله بشوفها بتلفها على الدمبل. ناس بتلفه على الدمبل وتلعب بشيست. الدمبل لو وقع عليك يا اما هيقطع لك صدرك يا اما هيكسر لك دماغك. فانت الشداد على اي تمرين سحب بس، ما تلعبش بيه شيست. بسم الله. زي ما انتم شفتوا هتبدا من هنا. لما تيجي ترجع بالوزن ارجع، ما تخليش كوعك يعدي جسمك. خلي السحب بتاعك على جنبك. عامة انا بلعبه على الكابل، ما بلعبوش هنا، بس الجهاز ده ايه قلنا ما نجربه، انا بلعبه على الكابل عامة يعني. اكيد عن الجهاز ده اللي مش عندك، فانت كنت تلعبه على الكابل. هتسحب زي ما قلت لك من هنا، هتخلي كوعك هو اللي يسحب الوزن، ما تخليش الباي بتاعتك هي اللي تسحبه. تسحب بكوعك وتروح بكوعك على جبتك من هنا كده. ما تخليش كوعك يعدي جنبك عشان ما تفعلش الباي، تفعل الكتف الخلفي. وبرضه ركز في حركة ايدك، ان ايدك ما تكونش كده او كده، لا خلي ايدك عمودية كده بالشكل ده. نلعب الدراع التاني. في غلطة كبيرة الناس بتعملها في التمرين ده، ولما بيجي يلعب بيجي يبتدي العدة بيبتدي كده وعامل كده عمال بجسمه كده، فانت عامل هنا انقباض. فانت ازاي تعمل انقباض وانت رايح تعمل ستريتش؟ العب وخلي ظهرك مفروض. لما تيجي تعمل الميله دي خلي الميله بتاعتك دي في اخر العدة، خليها هنا. انما ما تروحش وتلعب وانت عمال كده، انت اساسا عامل انقباض في العضله. فانت ازاي بتعمل انقباض وانت اساسا بتعمل لها ستريتش عشان تمرنها؟ خلي ظهرك ستريت. انا بحب العب بظهري ستريت كده. هلا تبرد. مش في الفيديو بقى، خليك بعيد بقى يا عم، ما تجرفناش. بسم الله. اكفر وتعالى، اكفر وتعالى. الشكل الخامس الكتف الجانبي. عندنا هنلعب كتف جانبي على الكابل، بس البكره تكون عندك من تحت. بلعب كتف جانبي في الاسبوع 3 مرات، وفي كل تمرينه ابر في كتف جانبي. بلعب ابر لور، بعد كده ابر وبعدين بريح الثلاث. بلعب الاربع ابر وبعدين الخميس لور وبعدين بريح الجمعه. 5 ايام في الاسبوع. نسخن اول تمرينه زي ما قلت لكم، اول مجموعه بلعبها بوزن يعتبر متوسط، حوالي مثلا 80% من الوزن بتاعي. بجيب حوالي 4-6 عدات اسخن بس. دي احسن طريقه تسخن بيها يعني. سيبك من الاسترتشات والشغل المرجحه اللي انت بتعمله والبالين اللي انت بتسخن بيه ده.
يلا يا حبيبي. تمرين كتف الجانبي وانت بتلعبه حاول تطلع تروح كانك تاخد الوزن في جنبك كده. في ناس كتير بتلعبه بالشكل ده، انت بتلعب كتف امامي بتتقل الوزن وبتلعب كده. فهدي نفسك شويه وهدي الاوزان بتاعتك شويه وروح كده في السايد. تلعب بالشكل ده لان معظم الناس بتلعبه كتف امامي وتروح كده. لا انت روح كده. بسم الله. زي ما قلت لك وهدي الوزن بتاعك شويه في التمارين الكتف الجانبي بالذات، لان معظم الناس اللي بتلعب كتف جانبي بتلعبه على اساس ان هو كتف امامي. انت المفروض تروح كده كتف جانبي كده او كده. لا الناس بتلعبه كده، نشوفك تلعبه كده بالشكل ده. هي بتلعب كتف امامي اهو. مش هروح كده. لو ده مش مريح ليك عادي ممكن تلعبه بالشكل ده، بس انا بفضل لو الزاويه دي مريحه ليك فالعبها كده احسن. اما مش مريحه العبها بالشكل ده عادي مفيش اي مشكله. انفع فيزيك. اهدى. هنلعب التمرين دوت، هنشغل بيه عضلة البراكيالس برضه، هنشغل البار، هنلعبه سوبر ست. الناس هتقول لك السوبر ست ملوش اي لازمه ومش عارف ايه. عادي يا باشا، لا السوبر ست عادي بيعمل عضلات، بس ما تلعبش التمرينه كلها سوبر ست. هي دي بس اللي هنلعبها سوبر ست. هنقلب بقى ونلعب باي. ما بحبش المسطره دي يا اخي. نلعب التمرين الاخير يعتبر ده اخر تمرين كده، خلاص خلصنا. نلعب تراي. لو ما عندكش الجهاز ده طبعا واكيد هو مش عندك فهيلعب عادي على السميث او يلعب بوش داون عادي مفيش اي مشكله. بس الجهاز ده ميزته ان هو بيحمل بس الجهاز ده ميزته ان هو بيشغل بشكل كبير الجزء اللي هو الميدل مع عضلات التراي. بسم الله. وزن خفيف. حاجة برضه مهمة عاوز أتكلم فيها، لها دعوة برضه بإيه؟ إن أنت تكمل أو تعمل أي خطوة إن هي ممكن تغير حياتك. حاول تنظف الدايرة بتاعتك، الدايرة بتاعت صحابك حاول تنظفها بشكل كبير يعني. دي أكتر حاجة بتأثر عليك وعلى شخصيتك. صحابك والناس اللي حواليك هم دول اللي بيأثروا عليك. شوف صاحبك عامل إزاي وأنت هتبقى زيه. لو صاحبك دوت كل يوم ياخدك على القهوة تعالى نروح نشرب سجاير مش عارف إيه، فأنت عمرك ما هتتحرك من مكانك. صاحبك بيتمرن هتتمرن زيه. فانت دايما حوط نفسك بناس او ازرع نفسك في وسط ناس
انت حابب تكون زيهم او حابب تكون شبههم. عايز تتمرن وتعمل جسم حلو، امشي مع ناس بتتمرن تاخد بالها من صحتها. عايز تتمرن مع ناس بتروح القهوه تشرب سجاير كل يوم الكلام دوت، فاهم انت، ومعلومات ومش عارف ايه، روح يا باشا صاحب الناس دي. عايز تصلي صح، خلي ناس صحابك بيصلوا، روح صاحب ناس بتصلي، ما تصاحبش واحد معلش يعني يضرك، يأخرك، يعطلك في حياتك. لا، صاحب واحد انت تحب تكون شبهه. يعني انت مثلا تحب ان انت كل يوم، بلاش انت ابنك مثلا يكون شبهه، لان انت زي ما انت هتكون ابنك هيطلع زيك بالظبط. او انت ما يعني ما غيرتش من نفسك كده، فابنك هيطلع نسخه منك. فانت حاوط نفسك دايما واجري على نفسك في وسط ناس كويسه انت حابب تكون شبهها. ناس بتقول لك كلمه حلوه، تقول لك عايش، بتشجعك على اللي انت بتعمله. ما تحطش في نفسك في مكان بيقلل منك. اوعى، او اوعى تسمح لاي حد ان هو يقول لك كلمه وحشه، او يقلل منك، او يتفهم من الحاجه اللي انت بتعملها، لان الحاجه دي ممكن تغير حياتك، وزي ما قلت لك هي بتبسطك. فانت دايما موضوع الصحاب ده مهم جدا، لان ده هو يعتبر اللي بيبني شخصيتك، الدايره بتاعت صحابك. فده حاجه مهمه انا كنت عايز اتكلم فيها. يعتبر خلاص خلصنا كده النهارده. ده اليوم الاول، اقدر ايه ان شاء الله التمرين الجايه هنصورها لكم، يكون اليوم التاني نور. لو الفيديو عجبك واستفدت، اعمل لايك وكومنت وشير الفيديو مع اصحابك. برضه قلت لك انا صرف ومكلف، فاهم، فاعمل شير واعمل فولو. الفيديو لو عجبك واستفدت اعمل شير لصاحبك وخليه يستفاد برضه. لو في اي تعليقات على الفيديو اكتب في الكومنتات. لو اي حاجه برضه عايز تسال فيها اكتب لي في الكومنتات، عندك مثلا فكره تعملها، او اي سؤال عايز ليه فيديو شرح، مثلا عايز تلعب بنظام ايه، كل حاجه انت عايزها اكتبها لي في الكومنتات، وان شاء الله نعمل لكم فيديوهات بالكلام ده. هنلعب المجموعه الاخيره وخلاص كده. اشوفوا وشكم على خير، مع السلامه. اقفل يلا. بس يا عم.